سائل يقول: طيب، وماذا نصنع بقول الله عز وجل، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل: ولو شاء لهداكم أجمعين؟ يعني الباري لو بده كان هدانا جميعا، معنى ذلك هو لما هدانا. وماذا نصنع بقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب، ماذا تصنع بقول الله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ هذا إشكال آخر قد يرد. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أنه هذه الآيات وأمثالها لا علاقة لنا بما نحن بصدده أبدا. ماذا تعني هذه الآيات؟ وفي مثلها كمان. هذه الآيات تقول: لو أن الله عز وجل أراد لا زج عباده جميعا زجا في الطاعة مثل الملائكة، لدفعهم دفعا إلى الهداية وإلى الالتزام وإلى الابتعاد عن المعاصي، تصبح الطاعات مثل عملية الشهيق والزفير في حياة الإنسان، مثل الملائكة. ساعتها أصلا بيكرهوا المعاصي ولا بيريدوها ولا شيء، لكن الله ما شاء ذلك. ما الذي شاءه الله إذن؟ شاء أن يغرس بين جوانح الإنسان اختيارا، وأن يضعه أمام جاذبين: جاذب إلى الخير هو جاذب الفطرة، وجاذب إلى الشر هو جاذب الغريزة الحيوانية. وفي دين وفي خطاب رب العالمين وفي تبشير وفي إنذار وفي تعزير، وتفضلوا. هكذا شاء الله عز وجل. طيب، هذا معنى قوله سبحانه: ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لزجكم في الهداية زجا بدون اختيار منكم. لكن مو هيك بده رب العالمين، بده انك انت تسلك سبيل الهداية بعرق جبينك. يريد أن تسلك سبيل الهداية بحوافزك بعد تفكير وبعد اختيار، حتى يكون لك فضل في الهداية التي اخترتها، وحتى يستأهل ذلك الآخر العقاب عندما اختار المعصية والانحراف. وإلا لو أن الله عز وجل هدانا كما يقول أجمعين، لو شاء ذلك، نعم، لو دفعنا دفعا إلى الهداية ما في داعي للثواب. ليش حتسيبنا الملائكة ما في له ثواب؟ نعم، لا، لو واحد ربي عز وجل جعل الهداية غريزة طبيعية بين جوانحه، ما ابتلاه لا بشيطان ولا بنفس أمارة بالسوء ولا بشيء، بل جعل حوافزه الداخلية تدعوه دائما إلى الطاعة، يعني يستلذ بالطاعة كما يستلذ الواحد منها بالطعام. طيب، بده هذا ثواب؟ ثواب على ايش؟ ما عمل شيء. نعم. ولما شاء الله أن يكون هذا الإنسان أفضل من الملائكة، كان لابد من أن يزجه في ساحات الامتحان. خلق أولا بين جوانحه الاختيار، جعله مختارا، وسنتكلم في هذا أيضا. ثم إن الله عز وجل ألهب بين جوانحه الغرائز الحيوانية، وألهب بين جوانحه الفطرة الدينية كمان، هذول بيتصارعوا. ووضعه في أمام طريقين، وقال له: هذا طريق الهداية، إن سلكت هذا الطريق إلى الهداية لك عندي أجر لا ينفد، ولسوف أكرمك بسعادة لا نهاية لها، وهذا طريق الغواية. إن أنت اخترت هذا الطريق وانتهيت فيه إلى النهاية ولم تؤب عنه،
فإن عقابا شديدا ينتظرك. هكذا شاء الله عز وجل أن يختار للإنسان. فهذه الآيات ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، معنى ذلك أي لو شاء ربك لدفعهم دفعا إلى الإيمان. لا، ما هو ما أراد لنا أن يدفعنا دفعا إلى الإيمان، أراد لنا أن نختار. هل هذا الكلام أنهى الإشكال؟ هل عرفنا معنى هذه الآيات؟ إذن ما فيها أي إشكال إطلاقا بشكل